علاش؟ لانه لما نمشيو للبيرفورمانس ديالهم والاداء والمردوديه ديالهم في هذا الموسم اللي انقضى، الموسم الرياضي، فهو اكثرهم تسجيل الاهداف، اكثر مشاركه. يعني فرض بانه حتى الحديث على افضل لاعب في اسيا او ممكن افضل لاعب في افريقيا. جيتي الكاس يعني عفوا الالعاب الاولمبيه، شفنا كيفاش كان التألق ديالو ايضا كيفاش الالعاب الاولمبيه فرض انه يكون بالفعل. فلذلك ايضا حنا رجعنا، انت دائما كمدرب كتبني على المردود اللي كيدار في الفتره الاخيره. لذلك انا تكلمت على الزلزولي، انا كنعرف شخصيا وحسينا بها، لانه الزلزولي فقد الكثير من النقاط، وكان اللاعب بن صغير اللي امتعنا واللي شفنا. لكن كبن صغير كاي لاعب خصوصا انه صغير في السن، راه ما تجاوزش 20 سنه، انه غتجي واحد الفتره ديال هبوط المستوى، هذا شيء طبيعي كيوقع فيها. لكن هنا كان ممكن انه يتم الاصرار على بن صغير، لا مشى ديالو ما كيحاولش يتذكر حوايج اللي هما خايبين، حيت ولا تذكر حوايج اللي هما خايبين في هذه المقابله. ورقم 5 نايف اكرد، 3 هناك نصير مزراوي، 4 سفيان امرابط، رقم 9 سفيان رحيمي الذي سيقود الهجوم. هجوم خدا الكره ديالو في وضعيه مثاليه، وبعد ذلك كيصوب الشباك الخارجيه. واحده من المحاولات اللي كنطلقوا بها بهذا الشكل واللي كتعطينا الجرأه الهجوميه. زلزولي ماذا يفعل؟ يحافظ على الكره، يراوغ، يمر، تمريره ممتازه. ثانيه سانحه التسجيل بعد المحاوله الاولى ديال سفيان رحيم. التمريره ديالو كانت جميله من حكيم زياش، السيده ديالو داخل منطقه الجزاء. حسن الزلزولي مجهود كبير وضعف. لاحظوا الطريقه غامر فيها بعض الشيء، ولكن وضعها في الشباك. حكيم يصوب بالكلود، جمع الكره. لاحظوا الموضوع، لاحظوا كيفاش مشى. يلا ياسين، كره تصوب وضائع وتغادر. حسره قابو 20 سنه يلعب. بونو في التصدي، نعم في التصدي، وكم كانت خطيرة ديال الكرة ياسين. نحن نعرف أن الغابون أتى اليوم من أجل التسجيل، نحن نعرف أن الغابون جاءت من أجل الانتصار، نحن نعرف أن الغابون منتخب هجومي بامتياز. لاحظ رائع يا زعيم، رائع يا أسد. نعم الزعيم الذي يلعب للزعيم. هذه الكرة الماضية والتصدي من أروع ما يكون، وهذه ليس بغريب، هذا ليس بغريب عن ياسين بونو، ليس بغريب عن ياسين بونو. حكيمي زياش. ومبابا يتصدى للكرة الماضية. رجعت كابونية، حذر من المرتدات هنا. الانطلاقة خنوس. نعم بلال، هنا تغطية ممتازة من بلال الخنوس، والكرة تتحول بعد ذلك مباشرة. جانبية هنا، إعادة زياش اللي رفع على الجدار، ولكن ردة فعل أيضا حاضرة من حارسي المرمى مبابا الذي يتصدى لهذه الكرة، وبالتالي يمنع هدف ثالث. لكن في اعتقادي في أهداف أخرى جاية، الأهداف قادمة الأهداف من المنتخب المغربي إن شاء الله. إبراهيم دياس، إبراهيم يحاول يمر، والحكم يعلن بعد ذلك على ضربة حرة لفائدة اللاعب إبراهيم دياس. أعتقد أنه حان موعد الزعيم الذي يلعب للزعيم. هذه الكرة الماضية والتصدي من أروع ما يكون، وهذه ليس بغريب، هذا ليس بغريب عن ياسين بونو، ليس بغريب عن ياسين بونو في التصدي. نعم في التصدي، وكم كانت خطيرة ديال الكرة ياسين. نحن نعرف أن الغابون أتى اليوم من أجل التسجيل، نحن نعرف أن الغابون جاءت من أجل الانتصار، نحن نعرف أن الغابون منتخب هجومي بامتياز. لاحظ من الغابون لم تتراجع إلى الخلف، العكس تماما. لكن أيضا بعض المدافعين يسهل مهمة الغابون في خلل في دفاع المنتخب المغربي. تلعب هذه الضربة الحرة ياسين بونو في الثواني الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. كرة للأمام، إبراهيم دياس، إبراهيم ضاعت هذه الكرة، رجعت مغربية مرة أخرى. خنوس، بلال
لحظات وسنتعرف على الوقت المحتسب بدل الضايع. مكان اللي يكون دائما مستحيل على حراس المرمى لما تلعبها بهذه الطريقه. شوف هنا في سقف المرمى، في سقف المرمى، حتى لو بونو اتجه للجهه اليمنى صعب انه يتصدى لمثل هذه الكرات. بالتالي هنا عاده المهاجمين يلعبون الكرات عاليه بهذا الشكل، لكن فيها مخاطره كبيره لان ممكن تخرج برا. لكن في النهايه اوباميانغ بحس الهداف لانه هداف من الطراز العالي عطفا على مساره الكبير في الدوريات الاوروبيه. كره في وسط الميدان لعناصر المنتخب المغربي بينما نعيش الدقائق الاخيره على نهايه الشوط المباراتي الاول ضمن تصفيات الكان المغرب 2025. المغرب مؤهل بلد المنظم، لكن ايضا هذه مباراة فيها كذلك حسابات التصنيف الدولي. الفيفا مهم جدا المنتخب المغربي انه يستفيد من هذه المباراة، اولا للتحضير، حفاظ على المجموعة، كذلك مواصلة سلسلة الانتصارات ليكون ترتيب الفيفا افضل. مهم جدا كذلك انك تحافظ على مركزك. موجودة في الاحتياط بينما كرة الزلزولي استلمها الزلزولي يراوغ عبد الصمد وجول جول 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 إبراهيم دياس الثالث للنخبة المغربية. هكذا المتابعة من نجم ريال مدريد إبراهيم دياس يوقع على الجول. نجوم لا ليغا يتألقون في الكرة الماضية. عبد الصمد عمل فردي رائع، عبد الصمد عمل فردي رائع جدا من الجهة اليسرى، هو من مرر، هو صاحب التمرير. شوف زياش، رائع الباس. إبراهيم خطف هذه الكرة مانحا ثالث الأهداف، وهذا يأكد كلامي بأن هناك أهداف قادمة في شوط المباراة الثاني. وإبراهيم دياس نعم هنا يؤكد حضوره في الكرة الأولى في هذا الشوط بين أشرف حكيمي ونايف أكرد، لكن مرت سليمة هذه الإعادة مجددا. عودة عبقار وردة فعل عبقار وتدارك من عبقار بينما كرة تسديدة عدلي زياش في مناسبتين من ركلتي الجزاء. إبراهيم دياس كان حاضر في الموعد، سجل الثالث والبديل